أهلا أهلا، كيفكم؟ أخباركم؟ طمنوني عنكم. للي بيحضروني واللي ما بيحضروني، أنا سماح وهذه قناتي بقدم فيها وصفات، مشتريات وجزء من حياتي. بتمنى إنها تعجبكم، ولو عجبتكم لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم أي جديد أنا بقدمه. اليوم صحيت الصبح ورحت أشيك على طيوري، إلا لقيت هذه المفاجأة الصغيرة: صوص فائس من تحت بيض البطة. طبعا البطة التانية هذه البطة البنت تبعت البطة الأولى تبعتنا، وكانت راكضة على مجموعة من البيض، وكان البيض هذا بقيله يعني لسه بقيله وقت كتير. فجأة لقيت في صوص بيلعب حوالين البطة، بقول من وين إجا هذا؟ إلا شكله في دجاجة من الدجاجات بايضة قبل ما البطة تبدأ تركض على البيض، بايضة في نفس مكان بيض البطة، وفقس هذا الصوص. طبعا الصوص بده 21 يوم والبيض البط بده 35 يوم، فهو فائس قبل كتير يعني. فشوفوا سبحان الله، صار البطة عندها ابن دجاجة أو ديك طبعا ما بعرف، والبطة لسه بدها تجيب لنا فوج صوص غير هذه الصيصان تبعون البط، ما بنعرف إيش هنسوي فيهم. المهم هي بطاطي كلهم، طبعا رحت خفت على الصوص فرحت سكرت عليه بالشبك عشان أحميه من الطيور التانية. وهي الدجاجات من أول ما شافتني على طول إجت بدها أكل البيت، يلا حطي لنا أكل البيت. فرحت لميت البيض وطلعت 5 بيضات. طبعا البيض بيطلع من 5 ل4 بيضات، أو من 5 ل3 بيضات في 6 دجاجات. لما يكون عندك 6 دجاجات بيطلع في اليوم يا 5 بيضات يا 4 بيضات يا 3 بيضات، على حسب طبعا أكلهم وعلى حسب الحرارة وعلى حسب الموسم. المهم، فما شاء الله يعني إحنا بيتنا دايما موجود فيه البيض. كانت صاحبتي متفقة معايا إنه نطلع بهذا اليوم نروح أنتويرب ونتسوق ونشتري وزي كده يعني، وروتيننا في الطلعة يعني. فطبخت كفتة لأولادي وزوجي قبل ما أنا أطلع، وطلعنا على المكان اللي بدنا نروحه اللي هو في أنتويرب في شارع مير. هذا هو المكان اللي, اللي بنحبه إحنا نمشي فيه ونتسوق فيه. المهم طبعا روتيننا من أول ما نوصل المحطة بنشتري لاتيه كابتشينو، المشروب المفضل. صح، هذا اليوم كمان كان في موعد في العيادة، في عيادة زوجي، عشان كده كمان إحنا طلعنا بهذا اليوم بالذات يعني. فإحنا بنحب نطلع على أنتويرب قبل موعد العيادة بكتير عشان إحنا نتمشى ونتغدى وبراحتنا، يعني نعمل كل روتيننا براحتنا. في محل كمان إحنا بنحب كتير نروحه اللي هو بري ماركت، يعني محل فيه كل إشي: ملابس، مكياج، هدايا، أدوات تجميل، كل إشي، إكسسوار. يعني في كمان شنط مميزة للمكياج والإكسسوار وعليها أحرف كده وعليها رسومات. يعني شوف هذه البيجامة إلها دعوة يعني نفس الشنطة تبعتها اللي أنت هتحطي فيها مثلا العناية بالبشرة. شوفوا يعني أشياء كتير بتجنن، الواحد لما بروح بيكون نفسه يشتري كل حاجة. شوفوا هنا محافظ للأطفال وللسن الصغير هذا، كل إشي بجنن. وكمان بحسهم بينوعوا وبيغيروا من كل فترة وفترة. شفت هذه الميداليات كمان اللي بتنحط على الشنط، رجعت ترند الميداليات على الشنط. زمان كان بأيامي كان لازم الواحد يمشي والشنطة كلها تخرخش فرجع الترند هذا، صارت الواحد يمشي والشنطة كلها تخرخش، تكون ميدالية مليانة أشياء نازلة منها، سلاسل وفيونكات وأساور وحروف. شفت هذا الفيل برضو عجبني صورته. أي إشي بيعجبني لازم أصور لكم إياه. وهلأ قررنا إنه إحنا نتغدى، فإحنا تغدينا بهذا المطعم وتغدينا وملينا بطننا، وإجا موعد العيادة. طبعا قبل موعد العيادة عجبني هذا الكرسي فصورت لكم إياه زي الفيل، قلت أصور لكم إياه. المهم أخذنا ترام ورحنا العيادة وخلصنا الموعد، وزوجي قال لي أنا بقيلي شوية شغل، إذا بدكم تروحوا معايا وما تروحوا بالقطار روحوا اعملوا لكم أي إشي، يعني روحوا شوفوا أي مكان اشربوا فيه حاجة، عبال ما أخلص أتصل عليكم وأقول لكم أنا خلصت ونروح. فرحنا شربنا كمان حاجة وأكلنا حلو، وخلص كده روتيننا في المشوار. بس احنا طبعا بنروح بالقطار دايما، بس اليوم كان سبيشل وروحنا مع زوجي. وبس كده بيكون خلص فيديو اليوم. بتمنى انه يكون عجبكم، لو عجبكم لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم اي جديد انا بقدمه. وبس، مع السلامة وبأمان الله، وان شاء الله اشوفكم بالفيديو الجاي. مع السلامة.